السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير. معاكم انا تقى ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو بتاعنا اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان عشان تشجعوني ان اعمل فيديوهات اكتر. وصفة النهاردة حلوة جدا، انا عن نفسي بحبها قوي. ابقى سقعانة كده هقوم اعمل شعرية بلبن. بجد حلوة جدا هي، بس فيها تركية زيادة بتودي طعمها في حتة تانية. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. قبل ما نبتدي متنسوش نقول بسم الله ونصلي على النبي. نقول بسم الله. هنا هجيب في طاسة على النار، حطيت فيها آه، معلقة سمنة كبيرة. هحط ايه يعني، معلقة كبيرة كده وحتة كمان صغيرة. هنا هنسيب بس السمنة تسيح على النار. هنزل بكوبايتين شعرية. طبعا انتوا تختاروا الكمية اللي انتوا عايزينها. هبتدي اقلب فيها، مش هسيبها يعني، هبتدي اقلب فيها طبعا عشان كلها تتحمر، ما تبقاش شوية وشوية شوية يتحمروا والتانيين لأ تبقى تتحرق كده يعني. هنقعد نقلب فيها كده باستمرار لحد ما تتحمر وتوصل للون اللي احنا عايزينه. ما تزهقوش هنقعد نقلب فيها شوية. هي ابتدت تحمر معانا. بنقعد بس يعني ايه على نار كده متوسطة، ما تبقاش عالية علشان ما تتحرقش منك. بصوا يا جماعة، خلاص كده هي ايه، وصلت للون الذهبي كده اللي احنا عايزينه. هي برضو ايه، مش غامقة قوي ومش فاتحة قوي، متوسطة عشان ما تبقاش محروقة. عايزاكوا بقى ايه تكتبولي كده في الكومنتات ايه اكتر اكلة حبيتوها مني، وايه كمان اي اكلة انتوا عايزينها وانا ان شاء الله اقدر اعملها. هنا دي معايا نص كوباية سكر حطيتها على الشعرية. برضو هقلبها بس شوية. هقلب كده شوية الشعرية مع السكر. بصوا هنا كده السكر عادي هيعمل كتل معاكي، مش مهم. بصوا بقى بعد كده هننزل بكوبايتين مية. هقلبها بس تقليبة كده، وهغطي عليها لحد لما الشعرية تستوي. تعالوا بقى نعمل اللبن. هنا هحط في طبق، هحط 3 كوبايات اللبن. دي الكوباية التانية.
دي الكوباية التالتة. كده 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم 3 معالق كريم شانتيه، وحطيت كمان كيس فانيليا، هقعد اقلبهم كويس لحد لما الكريم شانتيه يدوب كده مع اللبن. هنا كنت قلبته، هنا كده خلاص قلبته كويس. هنشوف الشعرية، كانت المية اتشربت خالص. بصوا كمان بعد كده هنزل باللبن بتاعي عليها، هقلبها بس شوية. بعد كده هغطي عليها واسيبها يعني بس تغلي غلوة كده وخلاص، وبعد كده هقفل عليها. بس كده هغطي عليها، هسيبها تغلي غلوة وبعد كده خلاص. بصوا هنا كده كانت خلاص، هي بس اصلا بتتقدم كده، فهي برضو كده حلوة قوي. انا بس هعمل منها كده طاجنين صغيرين، وبعد كده عادي، لا حابين تاكلوها كده تمام، حابين تعملوها بالطريقة التانية بالطريقة دي برضو يعني اعملوا شوية كده وشوية كده، بجد هتحبوها قوي. بحط منها كده، ده بقى كوباية لبن كريم شانتيه، حطيت لبن بودرة وضربتهم لحد ما بقى سمكهم كده. بصوا، او كمان حطيت معلقة قشطة، القشطة بتاعت اللبن. يا جماعة بجد حلوة قوي. بصوا قلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما وصلت للقوام ده كده، ابتديت ان انا اغطي بيها. بحط كده معلقتين اغطي بيها الوش، واحطها تحت الشواية بالظبط 10 دقايق. طلعت بالشكل طلعت بالشكل ده. بصوا بجد حلوة قوي 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 قوي، يعني الوش ده تاخده كده من على الوش ده، حلو قوي. ان شاء الله تعجبكم كده. وصفة النهاردة خلصت. السلام عليكم ورحمة